ان شاء الله ما يبلى هالطول، دخيل هالعروس. روح قلبك تشغليني حتى ببيتك. توبري قلبي، انا مين الي غيرك؟ طيب شغله وعذبه معي. الله يخلي لي اياكي. بدي اقول لك سلومه. شو حبيبي؟ كأنه بيتك لازمه شويه تغيير. مثل شو يعني؟ يعني تغيير لون، تغيير عفش. بتعرفي عم فكر خلي نادر يبيعه ويجيب لي بيت اكبر منه. بس والله هذا منيح إلكم. لا حبيبتي، شو منيح؟ بدي بيت من هدول اللي بيطلعوا بالتلفزيون، غرف نوم فوق وصالون تحت. دوبلكس. دوبلكس. والسيد نادر معه يشتري لك دوبلكس؟ انا ما عندي معه ما معه، لما بطلب بيحضر، والا ما بدي الا، والا الست سلمى بتبلش. وحياة عينك بخليه يمشي حاكي خياله. شو مفكرتيني قوية؟ وعم فكر اشتري بنطلون خمري. ايه الخمري كتير كتير حلو، بيلبقلك بيرحلك. اي طبعا، هيك من هدول لهم فتحات من هون. شو موضة بيطير العقل. بتعرفي شو بدي لبق له؟ بلوزه لون فوشي. فوشي؟ ايه مع ستراس هيك على صدرها، وهدول هيك من الشباشيل هون وهون، ما احلاها بتطلع بتفلج. شو عرفك انت بالموضة يا ام وليد؟ موضة هي يعني هلا فوشي وخمري سوا؟ طبعا. ايه اذا هيك انا ما بفهم بالموضة، مالي علاقة بالموضة بنو. أنا ما صدقت ايمت أخلص من المدرسة وفوت الجامعة. طلعت الجامعة على قلعانين، من تحت الدلف لتحت المزراب. شو هالعلقة هاي؟ ولي شو هاد؟ لك فوق الموت عصة القبر، كمان رح ينخرب البيت فوق راسنا. ام وليد كثير مقمقة هاي الجرزة، مو غسلتيها منيح. سعاد قيميها من ايدك ولا تدرشي. اعمل معك الكوساية؟ لا حبيبتي خليكي مريحة. هي قبرني الرايق انا. أحسن شيء ها؟ اهلين عيني، اهلين حليم. شبك امي؟ ما لحقت تريح لسه. امي ليش الواحد فيه يرتاح بهالبيت المهرهر؟ ايه والله ام وليد، ايه معه حق، معه حق. يعني بيتكم صحيح ظريف بس كثير كثير مهرهر، ظبطيه. ايه مهرهر، بعرف انه مهرهر، بس تظبيط البيت بكلف بلاوي، منين نجيب؟ يا امي اذا ما فيكم تظبطوا بيعوا، قشروا، خلونا نسكن مثل العالم بقى. ايه معه حق والله. بتعرفي انا لما عم نظف بيتي عم موت 1000 موته. ايه والله، يعني مشان هيك عرضت بيتي للبيع انا. سعاد ما قلتي لي؟ ايه مزبوط، لانه لو بدي اقول لك كنت رح اتكركب واتضايق وازعل. ايه بعدين قررت اني اروح لحالي ما اقول لك. خالته سعاد، هلا انتوا وين بدكم تشتروا؟ انا عم فكر يعني انه اشتري بالمزه. في بنايات هيك كبيره كتير، وفي شقق بالمالكي، هي البلاطه، يعني اخذ بلاطه كامله. بتعرفي هنيك لانه الشباب الهوا بيطير العقل، كتير شرح. اوف ها يا هيك السكنه يا اما بلا. احذري شو هبو. شو؟ خلص رح نتجوز. عن جد عم تحكي؟ عن جد. يعني رح نضل مع بعض على طول؟ رح نضل مع بعض وما رح يفرقنا غير الموت ان شاء الله. رح نسكن ببيت صغير انا وانت؟ لا هلا بنسكن بيت اهلي مبدئيا. لا ليش لا 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 ليش لا؟ يعني اهلي مود المقام؟ لك لا مو قصدي هيك، بالعكس اهلك بجننوا، بس انا حلمي انه نسكن ببيت صغير انا وانت. ما اختلفنا، بس انت بتعرفي الوضع يعني. وليد الله يخليك، حقق لي بس هاي الامنيه، ما بدي لا ذهب ولا شهر عسل. شو قلت؟ لعيونك احلى بيت رح يكون عندي. ايه من الاول. ام محمود الله يرضى عليك توصيها، هي ام وليد مو حيثما. ايه شو بعت لك؟ ايوه خبز على عيني على عيني. لا بنطول ابو وليد؟ لا ان شاء الله ما بنطول حبيبتي. اهلي الله معك الله معك. يا ابو وليد خير، شو قصتك؟ اي قصة؟ ابو وليد انا وياك عشرة عمر، عم تخبي علي بوشك في حكي. مزبوط. بصراحة يا ابو محمود انا جاي استشيرك بموضوع وليد. خير ان شاء الله. شو بو؟ انت بتعرف وليد خطبنا له ومسكين عم يدور على بيت ما عم يلاقي. بقى قلت بللكي انت من معارفك من اصحابك من حدا بيقدر تشوف بعين الموضوع. بعين الله بعين الله. اساسا انت ما بحلك تحكي، انت اصغر وحده فينا.
خلص وليد طول بالك يا زلمه، نص 1500. ما اختلفنا صهري، بس انا هني بدي اجيب لها بيت. انا لو معي حق بيت كنت ظبطت غرفتي. يا اخي مالك قد الحكي لا تحكي، ليش لا تقلها بدي اجيب لك بيت؟ قلت لحالي حديث هيك حديث وبيمشي، مالي عرفان انه بدها تصدق بدها بيت. بس معها حق المخلوقة تحكي، معها حق. اوهو علينا والله صرعتونا. بعدين انت معنا ولا ضدنا؟ زي معنا ولا ضدنا؟ شغل قصة حرب يعني. وليد ما لك غير تستأجير. استأجير؟ ايه ليش لا؟ اوفر لك، ليكني انا ما احلاني. شو بك انت؟ ولا شيء. لا تقول انه بيتنا اجرة. ايه اجرى. مو على اساس الك. ايه طبعا الي، بس انا اخذه اجره 5 سنوات، راحت سنه ونص وضل 3 سنوات ونص. بس انت قلت اشتريته. حبيبتي طولي بالك، انا ما قلت اشتريته، انا قلت بيتي، والمستاجر بيقول على البيت المستاجر بيته. بيته يا ابو بيت؟ يعني عم تكذب علي؟ لا تقولي علي، قصدك عم بكذب؟ انا ما هيك، انا ما بكذب. لا سيدي بتكذب، كذاب ومليون كذاب كمان. انا ما بسمح لك. لا بدك تسمح لي كثير كمان. لك وينك لهلا؟ ليش تأخرتي؟ جبت لك ياسمين معي. الله، بس بسرعة. لوين بدنا نروح؟ بدنا نروح ندور على بيت. بدنا نشتري؟ لا، أول شيء رح نستأجر بعدين نشتري. طيب أمري لله. مرحبا عيني، مرحبا يا روحي، انت اهلا وسهلا، جيتي بوقتك، والله مشتقت لك كثير. ايه وبدك تشربيني قهوه، بس انا ما رح اقدر اشرب قهوه. بتعرفي ليش؟ لانه جاي خبرك خبريه كثير حلوه وامشي. باركيني بعت البيت. سعاد بهالسرعه هي بعتي البيت؟ لك شايفه حظي شو حلو، بيفلق الصخر بس بهالشغله. يعني ما بقى رح تجي لعندي؟ لا تقبشي قلبي كيف ما اجي لعندك. ليش انا بقدر يا ام وليد؟ ما كل يوم من الصبح لاخر الليل كون مزروعه عندك ونقعد نقر ونحكي. بس بتعرفي شو، انا هلا مضطره اروح مستعجله لانه لازم اقبض حق البيت وافرغ لهم اياه. بلاطه كامله بتفلج بالمالكي يا ام وليد. ادعي لي. مين بده يسليني انا؟ وإن شاء الله فلتته يا غبي. الله لا يعطيك العافية، ولك روح هاته فورا، جيبه خلينا نخورفه. الله لا يسامحك، أنا في مرة أكلت عليك كمسيون. بسرعة روح جيبه، افرقني هلا. يلا مع السلامة. مرحبا معلم. أهلين وسهلين. الله يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ أهلا وسهلا. عم ندور على بيت، منلاقي عندك شيء؟ أكيد مشترى مو هيك؟ لا شو مشترى الله يسامحك، أجار يكون هيك صغير. والله يخليك لا تعذبنا لأنه صرنا من الصبح عم نلف على المكاتب العقارية. أخي عندي ما بتتعذبوا، تفضلوا استريحوا. شكرا. إيه أخي، شو الجنسية؟ جنسية شو؟ جنسية شو؟ جنسيتك. يا شو شايفني صيني؟ ابن هالبلد أنا. إذا ابن البلد ما في عندي بيوت للآجار، عذبتك شي؟ يعني لو مالي من هالبلد بكون فيه؟ احتمال. بقدر أسألك سؤال؟ تفضل. ليش كل المكاتب عم يحكوا نفس الحكي؟ هذا الوضع، عجبك، ما عجبك الله معك. يا جماعة أنا ابن هالبلد، معقول الغريب يسكن وأنا ما أسكن؟ قومي امشي قومي. الله معكن. شو محسبين الشغلة هيك؟ شو بدك تعمل؟ والله مالي عرفان شو بدي أعمل، والله العظيم مالي عرفان. طب يلا بسرعة، تكسروا رجلي من الصبح نحن عم نمشي. لقيتها. شو هي؟ امشي. شو؟ لا خلص امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ، سلامات. يا أهلا وسهلا. تفضل شيخ تفضل. بالله ما عندي وقت، بس أبغي شقة استأجرها. مو تكرم عيونك، الشقة كلها تحت أمرك. بتحب تروح هلا شيخ؟ ايش يعني هلا؟ يعني الحين. ايه الحين إيه بالله تفضل. مستعجل. تفضل شيخ تفضل. عامر دير بالك على المحل ارجع. قل لي ان شاء الله عجبتك الشقة؟ ما شاء الله شقة حلوة. شو حلوة؟ بتجنن ديلوكس. تعال شيخ تعال، الشمس طول النهار ضاربة بالشقة. ما شاء الله. بعدين هذا الشباك بيجيك منه هوا غير شكل. ما شاء الله. هاي الكونديشن موجود، وهاي عندك هون شاشة بلازما. حلو. كم تبي لي هالشقة؟ تفضل استريح شيخ تفضل. بسم الله. يا سيدي لأنك إنسان طيب وكويس
راح احسب لك الشقة بس ب 75,000 ليرة. ول لويش 75,000 ليرة يا أخي؟ أخي مثل ما أنك شايف الشقة مفروشة ومو ناقصة شيء، من الإبرة للساتلايت، بعدين هيك أسعار الشقة عنا. أبي شقة مو مفروشة. إيه؟ على عيني موجودة. لحظة لطفي الأضوية ونروح سوا. شو حلوة كتير الشقة، هيك بحلم أنا. هي حلوة بس بدي اشتغل 150 ساعة باليوم لطلع أجارة، قومي امشي هلا. في شقات ثانية غيرها؟ تفضل شوف هاي وبعدين احكم عليها. في عندك هاي الغرفة وهاي الغرفة، وهذا الباب بإمكانك تفتحه بين الغرفتين مشان إذا حبيت تساوي عزيمة. وكم أجار هالشقة؟ يا شيخ هاي كرمالك ب 40,000 ليرة. شو؟ شنو؟ بالله كتير يا أخي، بالله كتير. إيه مو كتير يا شيخ، على الغالي ما بيغلى غالي، أحب على خشمات. يعني فوق كل شيء عملناه وما زبطت وما زبطت. طيب شو بدي أعمل أنا هيك الأجارات؟ شو بساوي؟ طول عمرك يا شيخ. خلص حل عني. عمرك يا شيخ. إيه يا أخي حل عني. كمان من هون؟ لا تأخذني. عجبك؟ هي الشحات صار يميز بالجنسيات كمان. يلا معلش طول بالك، خلينا نمشي. شو قلت بابا؟ حليم خلصنا بقى. بس يا بابا انا بس شو لك هاي الغرفة رح تضل لوليد حتى لو تزوج وسكن برا. اي واحد فيكم رح اترك له اوضته بكره بس يجي لعنا زيارة وين بده ينام؟ طيب بابا اوكي فهمان عليك، خليه ياخذ غرفتي اللي فوق لانه انا هلكت من الطلعه والنزله على الدرج. بابا شو رأيك أنا أخذ غرفة حليم وهو بياخذ غرفتي؟ إذا هيك ما عندي مانع، بنفكر بالموضوع. الله يخلينا اياك يا بابا. لك روق ابو الول، روق. شو بنا بعدين ليش ما سالتني انه بدك بيوت؟ ليش عندك بيت انت؟ لا بس عندي واحد بيجيب لي بيوت كلها. بشرفك. لك ايه خلص وحياتك المسا اليوم مروا لعنده. لك اخي ليش المسا؟ خير البر يعجله، قوم هلا قوم. المحل؟ لا خلص اخي اترك المحل بنرجع راجعين على طول المحل. بالك والمفاتيح والدنيا والمحل خلص روح ايه لك جيبوا ونمشي يلا. لك ايه طول بالك. لا حول ولا قوة سرعنا الا بالله. دير. عليكم المفاتيح. لك تعال نقول لك اذا هذا انا جاي لعنده قبل هالمره. لك حبيبي جاي لحالك، مانك جاي مع ابو الندر. تعال. السلام عليكم. أهلين أبو الندر. اهلين ابو واصف حبيب قلبي. انت حبيب قلبي يسلم لي عينك. مرحبا. سلامات. كأني شايفك قبل هالمرة. ايه جيت لعندك مره بس والله كأنك بتشبه واحد خليجي. سيدي بيخلم الشبه 40 لا تدقق. حبيبي ابو واصف مور. بدي منك خدمه. بتأمر أمر. وليد ابن حماي على وجه زواج، بدي بيت قريب ونظيف معيتك. إن شاء الله ألف مبروك. بس قديش الإمكانيات؟ يعني شي 5-6 آلاف ابو واصف. 5-6 آلاف؟ شو هالحكي يا نادر؟ كأنك مو عايش بهالبلاد. بإدلب ما بتلاقي ب5-6 آلاف. شو سوي يعني اشتري خيمه وانصب بشي حديقه؟ لا وكمان ما بتقدر. المشكلة إنه الحديقة أملاك عامة. مرحبا بابا. اهلين وليد، تعال شو صار معك؟ شو بده يصير يعني؟ ولا شيء. ما مشي حالك؟ لا ما مشي الحال. لا حول ولا قوة الا بالله. بعت لي حمى عليه الولد، شو حظه قليل. عجبك؟ كأنه ما لقى بيت. ابو وليد فوت طيب خاطره بكلمتين، الله يخلي لنا اياك. حاضر. لا حول اهلين يا ابي. لا يا وليد شبك؟ ما بعرفك هيك انا. يا ابي انا مليت وتعبت من الدوار على البيوت، لسه طالع دراج ونازل دراج ومالي عرفان شو بدي ساوي. يا وليد بيت الإجرة كسر للطهر. تخيل هذا البيت مو إلنا، مو ورثانه عن المرحوم جدك الله يرحمه. الله يرحمه. شو كانت حالتنا؟ طيب يا ابي قل لي شو بدي ساوي؟ شور علي. الحل الوحيد تقنع خطيبتك تيجي تسكن هون عنا، تاخذ إضافة لغرفتك غرفة ندى، وبتعملوا منتفعات صغيرة ويمشي الحال. وقولتك بتوافق يا ابي؟ لازم توافق، حاكيها اقنعها، إذا بتكون بتحبك بتوافق. وندى بتوافق؟ لا تاكل هالندى، ندى بنلاقي لها حل، نعطيها غرفة القعدة اللي فوق. إن شاء الله يا رب يمشي الحال. يمشي. إن شاء الله.
وهيك اتفقنا بالاخير. فانت شو رايك؟ بس يا وليد هبه ليكي، انت بتعرفي انه انا ما معي حق بيت لاشتري، وبيوت للاجار ما في، او بالاحرى ما فينا نستاجر، يعني ما ضل قدامنا غير هالحل الوحيد. طيب مثل ما بدك. عن جد؟ يعني خلص اتفقنا؟ ولك تقبريني شو بحبك، لك دخيله طيب انا. يا اختي عبس لما بقول لك انه انا ما بستاهل، انا هيك تركيبتي كلياتها بلا طعمه، صدقيني. ايه طبعا صدقيني، لانه طلع حظي مثل هذيك الشغله. الحمد لله يا ربي، تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. سعاد هدي فهميني شو صار معك، فهميني شو صار يعني؟ ما لقيت بيت بالمصريات اللي كانوا عندي. ايه لقيت بيت كلياتهم اسعارها يعني شوي غاليه. لا يا سعاد، مو خبري يا ابنك. والحل تقبريني شو بدك تساوي؟ شو بدي ساوي؟ بدي ساوي اني ارجع على بيتي اقعد فيه وانا عم بضحك وضحكتي لهون واصله، انطم واسكت احسن لي. شغله حلوه تقبريني. ليش زعلانه؟ زعلانه لانه اللي اخذوا مني البيت اشتروه الله لا يوفقهم، صاروا ما بيرجعوا لي اياه الا اذا اعطيتهم 100,000 ليره. شفتي شلون بينصبوا علي؟ العم شو طماعين؟ لا حبيبتي، هن مو طماعين، هن عين الله عليهم، ما في احلى منهم واذكى منهم. بس انا الجدبه والحوبه، ولا تقولي غير هيك. لا ما راح اقول غير هيك، حوبه وجدبه انت. بس المهم شو عملتي؟ شو عملت؟ طبعا مثل ما الله خلقني طقيت 100,000 ليره وانا عم ببتسم وبضحك. الف مبروك تقبريني. شو ست ام وليد؟ كانه حاسسك شمتانه فيني، ما شكلك شمتانه. بلا شمتانه؟ لما بقول لك انه انت جدبه وحوبه ما بتصدقيني. هلا انت بعضمه لسانك اعترفتي جدبه وحوبه تقبريني. انا مبسوطه لانك رجعتي على الحاره، مبسوطه وفرحانه كثير لانك رح تضلي جارتي. ايه خلص ام وليد، قيمينا من السيره، قيمينا منها خلص. شو صار مع وليد؟ شو بدنا نساوي؟ قررنا نظبط البيت، والمسا بدهم يبلشوا. المسا رح تبلشوا؟ يا مهون. سعاد عم تحكي من كل قلبك، كنت بدك تتركيني وتطلعي؟ شوفي ما احلى قعدتك معي تقبري قلبي. القهوه بدونك ما بتسوى شيء. قايمه اسوي لك فنجان قهوه. لك يلا حليم، شبك شد حالك يا زلمه، بدنا نخلص. ضروري انت ترمم يعني؟ لك يا اخي طيب ما احسن ما نجيب زلمه وياخذ مصاري؟ يا لطيف شو بخيل انت. هو بيتزوج وبينبسط ونحن بنعتل. تعرف يا ابي، يمكن ينقصنا شويه شميته وشويه بلوك. ايوه ينقصنا شوي الشغله، بنص ساعه شوي من عند بشوف ابو محمود. بابا ابو محمود شو له على اخضر جهه؟ لك يا اخي بيعرف صاحب معمل البلوك. ايه بيعرفوا. يعطيكم العافيه. لك ابني بعت لي حمى على عذابكم. لك امي كنتوا جيبوا اثنين يساعدوكم. لك يا امي ما بدها عذاب، شو هالعذاب يعني؟ هي بيضه ورغيف بدها واحد. شو هي البيضه والرغيف؟ امي ما فهمت عليك انا. يعني بلوكه بتحطي فوق طينه وخلصنا. هي البيضه. بابا شو يا ولد؟ شو بك انت؟ الشرطه برا بدهم يطقونا مخالفه. ليش بقى؟ قال هذا البيت مدري شو اثري وما بعرف شو اللي عم نعمله نحن. قال تغيير مواصفات. ترميم هذا يا ابني، ترميم قل لهم. ترميم؟ ايه قلت لهم هذا ترميم. ايه قالوا لي بدنا هذه الورقه، هي شو اسمها؟ الرخصه. رخصه؟ ايه